اللي في الصورة دي ست متجوزة، بس في نفس الوقت كانت ماشية شمال، وكانت بتبيع نفسها مقابل الفلوس عشان تصرف على نفسها وعلى بيتها. في الأول الموضوع كان مستخبي، لحد ما في يوم جوزها اكتشف كل حاجة بالدليل وواجهها، وساعتها ما كانش قدامها غير انها تعترف بكل البلاوي اللي كانت بتعملها. بس هنا بقى الصدمة، رد فعل جوزها كان أغرب وأقذر رد فعل ممكن تتخيله. رد فعل يخليك تسأل، هو ده راجل ولا شيطان؟ ايه اللي عمله؟ وازاي الاعتراف ده قلبهم من زوجين مفلسين لملوك دعارة؟ حكاية سودة نهايتها مرعبة. كل ده هنعرفه في الحلقة دي. صل على النبي وتعالى نبدأ. سيد أوراني عنده 25 سنة، من محافظة القاهرة. ما كملش تعليمه واكتفى بالشهادة الإعدادية. ما كانش بيحب التعليم خالص، وكان دايما وهو صغير بيهرب من المدرسة بتاعته ويقعد يصيع مع أصحابه، يشرب بقى في سجاير، مخدرات، يعاكس في البنات. فبابا قرر انه هو يخرجه من المدرسة خالص لما شاف انه هو بيصرف على تعليمه على الفاضي. فقال انه هو يخليه يشتغل معاه في ورشة حدادة عشان يعني يتعلم صنعة ويأمن مستقبله. بس للأسف سيد ما كانش حابب الصنعة دي خالص، يعني لا نافع في صنعة ولا نافع في تعليم. هو مش عايز يتعب، هو عايز الفلوس تجيله كده عالجاهز. عشان كده اتجه لتجارة المخدرات. قال يمكن الحظ يضرب معايا وابقى غني. وفعلا بدأ يبيع مخدرات، وفضل الحال ده مستمر حوالي سنتين، والفلوس بدأت تجري في ايديه وبقى يجيب كل حاجة نفسه فيها. بس طبعا الحياة مش هتفضل كده على طول. في مرة وهو كان بيبيع المخدرات البوليس قبض عليه واتحبس بسبب المخدرات اللي اتمسك بيها. اتحبس سنة بحالها، وفي خلال السنة اللي هو قعدها في السجن دي باباه مات. فطبعا هو زعل قوي عشان ما حضرش دفنة باباه. وبعد ما خلص السنة بتاعته وطلع من السجن، مامته قالت له انت لازم تتجوز ولازم تنتبه لمستقبلك وتكون أسرة. بس سيد ما كانش في باله حوار الجواز ده خالص، وقال لمامته ان هو مش عايز يتجوز لانه اصلا معوش فلوس. بس لما مامته قالت له ان هي هتجيب له الشقة، ساعتها غير رأيه وشاف ان هي مصلحة حلوة جدا وان هو هيتجوز. قال لها يا ماما طب فين العروسة اللي هتوافق بيا وانا اصلا كنت في السجن؟ فمامته قالت له ما تقلقش، انا هدور لك على عروسة كويسة. فسيد قال لها خلاص تمام. وفعلا فضلت تدور له كتير جوه المنطقة، ولقت بنات كتير جدا. بس اغلب الاهل ما كانوش بيوافقوا عشان عارفين ان سيد ده كان رد سجون، وطبعا استحالة يجوزوا بنتهم لشاب زي ده. والمنطقة كلها كانت عارفة بالحوار بتاعه وانه هو بتاع مخدرات. فراحت مامته اضطرت ان هي تسافر البلد عشان تدور على عروسة هناك بحيث ما يبقوش عارفين حاجة عنه. وفعلا لقت هناك بنت اسمها عايدة، كان عندها 18 سنة، ما كانتش مكملة تعليمها. فمامته لما راحت واتكلمت مع باباها ومامتها هو قوي بالنسب ده، لان الست كان باين عليها ان هي كويسة. فاهل العروسة ما سألوش على سيد، قالوا طالما مامته محترمة يبقى هم اكيد ناس كويسين. واول ما مامته شافت عايدة انبهرت بيها جدا، لانها كانت امورة وكانت اخلاقها عالية وكانت بتتكسف قوي. رجعت مامته القاهرة واتكلمت مع ابنها وقالت له ان هي لقيت له عروسة، وان انت يلا بقى جهز نفسك عشان تيجي معايا البلد بكرة تشوفها. بس اوعى تقول لها ان انت كنت مسجون قبل كده عشان انا مش معرفوهم الكلام ده. سيد راح قال لها كويس ان انتي ما قلت لهمش كده. وتاني يوم على طول سافروا. واول ما سيد شاف عايدة لقاها جميلة ففرح قوي، وفي نفس الوقت ما كانش مصدق نفسه ان هو هيتجوز واحدة بالجمال ده كله، لانه على طول متعود على الاشكال الشمال اللي عمل معاهم علاقات حرام.
وهم قاعدين بقى سيد اتعرف عليها وقروا الفاتحة واتفقوا على كل حاجة تخص الخطوبة والجواز. وبعد كده سيد ومامته رجعوا القاهرة عشان يدوروا على شقة على قد فلوسهم ويشتروها. بس المشكلة ان الشقق كلها كانت غالية والفلوس اللي مع مامته ما كانتش مكفية. فضلوا يدوروا حوالي شهر لحد ما لقوا شقة صغيرة خالص وسعرها كان على قد الفلوس اللي معاهم. بس سيد ما كانتش عاجباه الشقة دي لانه كان عايز شقة كبيرة. بس لما لقى مامته هترجع في كلامها وما تجيبلوش الشقة غير رأيه وقال لها خلاص يا ماما انا موافق على الشقة دي. وفعلا اشتروها وكتبوا العقد وبدأوا ان هما يوضبوا فيها. سيد راح جاب دبلة وراحوا البلد عشان يخطبوا عايدة ويحددوا ميعاد الفرح. وحددوا الميعاد بعدها ب3 شهور. وبعد كده سيد خد رقمها عشان يتكلموا في التليفون طبعا ويتعرفوا على بعض اكتر. وللأسف طبعا عايدة كانت بنت صغيرة ما كانتش لفة ودايرة، ما قدرتش تعرف ان سيد ده بيشرب مخدرات وان هو صايع، رغم ان اوقات كتير سيد كان بيبان عليه من كلامه ان هو شارب حاجة وكان لسانه بيبقى تقيل. بس هي ما كانتش بتاخد بالها. وفضل الموضوع ده مستمر فترة لحد ما مامته وضبت الشقة. وبعد كده كلمت اهل البنت وقالت لهم ان الشقة خلاص جاهزة وكل حاجة تمام. وعملوا يعني فرح عالضيق كده واتجوز سيد وعايدة. وفي اول الجواز عايدة كانت شايلة سيد في عينيها، كانت بتحبه جدا وكانت بتعمل له كل حاجة عايزها. وكمان هو كان بيحاول يتغير ويعيش كويس ويبدأ صفحة جديدة ويبطل ان هو يشرب مخدرات ويبيعها. وبدأ يدور على شغل حلال واشتغل في مول مشهور في القاهرة. بس طبعا الفلوس كانت اقل بكتير من الفلوس بتاعت المخدرات، كان يوم يجيب اكل ويوم لا. بس عايدة كانت بتحبه وكانت مستحملة وما كانتش بتشتكي من حاجة خالص، لان ابوها وامها كانوا مربينها على كده ان هي لازم تستحمل جوزها على الحلوة والمر. استمر الحال ده حوالي 4 شهور لحد ما سيد جاب اخره وقرر ان هو يسيب الشغل ده ويرجع يبيع مخدرات تاني. بس لما رجع اتفاجئ ان كتير من صحابه اللي كانوا بيبيعوا المخدرات اتقبض عليهم. فطبعا خاف جدا ان هو يبيع احسن يتقبض عليه. فساعتها كان محتار ومش عارف يتصرف ازاي، واتخنق جدا لانه كان عايز يشرب مخدرات وكمان كان عايز يتاجر وهو معوش فلوس ومش عارف يعمل ايه. فلما كان بيرجع البيت كان بيطلع خنقته كلها على مراته ويقعد يضرب فيها. بس هي كانت بتستحمله وكانت نفسها تساعده بأي طريقة. فهو استغل ده واخد منها الدبلة بتاعتها وباعها وجاب بيها مخدرات وقعد يشربها. فقررت ان هي تنزل تدور على شغل عشان تشتغل وتساعده في المصاريف. بس طبعا هي ما كانتش مكملة تعليمها، ما بتعرفش تقرأ، فما لقيتش شغلانة غير ان هي تشتغل خدامة في البيوت. في الاول رفضت الشغلانة دي، بس لما قالت لسيد قال لها مش مهم، اهم حاجة تشتغلي وتجيبي فلوس عشان نعرف نعيش. المصيبة بقى ان هي لما كانت بتشتغل في البيوت دي وبتقبض كان سيد بياخد منها كل الفلوس ويشرب بيها. كل ما الوقت يعدي كانت عايدة بتتمكن من الشغل ده اكتر وبتاخد فلوس اكتر. بس ساعتها عرفت ان الفلوس مهمة قوي وبقت تحب الفلوس دي زي عينيها، لان هي فهمت ان الفلوس هي اهم حاجة وهي اللي بتخلي الانسان يبقى مبسوط. ومع مرور الوقت ما بقتش البنت الطيبة البريئة، بقت واحدة تانية خالص، لدرجة ان هي كانت بتلبس لبس ملفت جدا وضيق جدا وهي راحة عشان تلفت نظر الرجالة اللي في البيت عشان يعني يزودوها في الفلوس. وفعلا كانت بتعمل كده، بس كانت محافظة على شرفها ومش بتخلي حد يلمسها. وسيد بقى كان مبسوط جدا ان مراته بتشتغل وبتجيب له فلوس كتير وهو طبعا قاعد مستريح في البيت وبيقعد يشرب وخلاص. وكان بيشوف مراته بتخرج باللبس الضيق ده بس هو كان بيكبر دماغه يقول اهم حاجة ان هي بتجيب لي فلوس. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة جدا لحد ما في مرة
غني شاف عايدة وهي بتنظف في البيت بتاعه فعجبته وحاول ان هو يلغيها يمكن تستجيب معاه. وفعلا عايدة كانت بتدلع عليه وبتتكلم بمياصة عشان يزودها في الفلوس، بس الراجل ده فهم غلط وقرب منها. بس هي لما حست انه هيعمل حاجة حاولت ان هي تهرب منه قبل ما يعمل حاجة. بس الراجل ده كان الشيطان سيطر عليه خلاص، وهما الاتنين طبعا كانوا لوحدهم، فاعتدى عليها واخد منها اللي هو عايزه. ساعتها اتصدمت جدا من اللي حصل فيها، وفكرت تبلغ البوليس وتعمل محضر عشان الراجل ده يتحبس. بس لما لقيته بيهديها واداها فلوس كتير قوي مقابل اللي هو عمله، فساعتها اخدت الفلوس وراحت روحت. وطبعا سيد كان قاعد مستنيها عشان ياخد منها الفلوس اللي هي بتجيبها له. فعايدة اتخانقت معاه وحست ان ده مش راجل عشان يسيبها تتبهدل بالشكل ده، وفضلت قاعدة في البيت متضايقة جدا وما بتنزلش الشغل. بس بعد فترة بدأت تستوعب الصدمة ورجعت تنزل تاني، بس المرة دي شخصيتها اتغيرت خالص وبقت تسيب نفسها عادي للرجالة بس تاخد منهم فلوس. وكل ما الوقت كان يعدي كانت الفلوس بتزيد جدا معاها، لدرجة ان هي كانت بتروح ما بقتش تشتغل اصلا في التنظيف، كانت بتروح عشان خاطر الموضوع ده بس وتاخد فلوس مقابل الموضوع ده. وفضل الموضوع ده مستمر فترة كبيرة لحد ما عايدة سمعتها بقت وحشة جدا في المنطقة كلها، وشباب المنطقة كلها بقوا يتكلموا عنها ويقولوا عليها ان هي شمال. وطبعا كل ده بيحصل وجوزها عامل نفسه ان هو مش واخد باله، اهم حاجة عنده الفلوس وخلاص. لحد ما في مرة واحد صاحبه قعد معاه وقال له على فكرة انت مراتك بتعمل علاقات من وراك، وانت لازم تشوف حل في الموضوع ده وما تخرجهاش برا البيت، سيرتها بقت على كل لسان. فطبعا سيد اول ما سمع الموضوع ده قعد ساكت وروح البيت واستناها لحد ما ترجع من الشغل. ولما رجعت قعد يتكلم معاها وقال لها انت بتعملي ايه مع الناس اللي انت بتروحي لهم. اتخضت طبعا وقالت له انا شريفة وعمري ما عملت اي حاجة زي كده. قال لها انتي فاكرة ان انا مش عارف؟ انا عارف انك ماشية شمال من اول ما بدأتي تلبسي لبس ضيق، وكنت بطنش عشان انتي بتديني فلوس، بس ما كنتش اعرف ان سمعتك بقت زبالة قوي كده، الناس كلها بقت تتكلم عليكي. فطبعا هي اول ما سمعت الكلام ده اتصدمت واستغربت جدا ان جوزها عرف، واستغربت ان هو متجوزها عشان خاطر الفلوس وخلاص، وانه ما يهموش شرفها. والمصيبة كل ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص، لانه لما لقاها عايزة تقعد من الشغل وما تشتغلش راح قال لها لا انت هتنزلي تشتغلي، وضربها وغصب عليها ان هي تشتغل عشان تجيب له فلوس اكتر. وبعد كده لما لقى نظرات الناس دي بقت وحشة وبقوا يستنقصوه قرر ان هو يبيع الشقة بتاعته، وراح واخد من مراته فلوس وحط الفلوس دي على فلوس الشقة، وراحوا اشتروا شقة كبيرة في منطقة بعيدة محدش يعرفهم فيها. وبقى هو بقى اللي يفكرها ازاي تمشي شمال وازاي ان هي تجيب له فلوس كتير، لدرجة ان هو اقترح عليها ان هي تدخل من مواقع اللي هي مش تمام دي وتعرض نفسها وجسمها بمقابل مادي. في الاول عايدة ما كانتش مطمنة للموضوع ده، كانت خايفة احسن البوليس يوصل لها ويقبض عليها. بس لما جربت مرة واتنين وتلاتة لقيت ان الناس اللي بيكونوا على المواقع دي بيدفعوا فلوس اكتر بكتير من الحقيقة. وللأسف بقت تكرر الموضوع ده كتير، وكل ما الوقت يعدي الفلوس كانت بتكتر معاهم اكتر، لدرجة ان هم اشتروا بدل الشقة عمارة وبقى عندهم شقة مخصصة اصلا للدعارة. وكمان الموضوع مش كده وبس، لا ده كمان اقترح عليها ان هم عايزين يوسعوا النشاط اكتر ويجيبوا بنتين تلاتة يشغلوهم معاهم عشان يسدوا الطلبات اللي جايه. وطبعا عايدة وافقت واتكلمت مع كذا بنت عشان يجولها الشقة ويشتغلوا معاها. ويوم ورا يوم الموضوع اتطور اكتر
وبدل ما كان عندهم شقة واحدة بقوا فاتحين اكتر من 3 شقق دعارة وبيكسبوا فلوس، لدرجة ان سيد اللي ما كانش يلاقي ياكل جاب عربية وجاب عمارات، وكمان كان عامل نفسه راجل اعمال. وفضل الموضوع ده مستمر 3 سنين، لحد ما في مرة واحدة كانت شغالة مع عايدة اتخانقت معاها عشان عايدة نصبت عليها في الفلوس وما اديتهاش حقها في الشغل، وطردتها بره الشقة وما خلتهاش تيجي تشتغل تاني. فطبعا اتغاظت منها وقالت ان هي لازم تنتقم منها هي وجوزها، فخلت واحد من اللي كانت عارفاهم يبلغ بوليس الآداب على الشقق دي. وبعد كده بعد ما بلغوا كمان على المواقع اللي بيدخلوا عليها وبيصطادوا منها الزباين. فساعتها البوليس دخل على المواقع دي والجروبات دي، وكان في مخبر تبع البوليس كلم عايدة وسيد على اساس ان هو زبون وعايز يجيلهم الشقة، وفعلا دخل الشقة واتأكد ان في نشاط مشبوه بيحصل جوه الشقة دي. وفي وقت قصير جدا كان المخبر مبلغ بوليس الآداب، وفجأة عايدة وسيد لقوا البوليس مقتحم المكان وقبض على كل اللي موجودين. ساعتها سيد وعايدة ما كانوش مصدقين ان هما اتقبض عليهم، وحاولوا يتهربوا من التهمة دي، بس طبعا معرفوش. التهم كلها كانت لابساهم والدليل موجود. وطبعا البوليس وصل لكل الشقق اللي كانوا بيديروها وقفلوها كلها. وبعد جلسات كتير في المحاكم اتحكم على سيد وعايدة ب15 سنة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.